ما كانش فينا اللي ما داقش الرشطة العاصمية وما قالش بنة عالمية. تبعوا معايا الوصفة طريقة التحضير. عندي شوية زيت، دجاج، بصلة وثوم مقطعين، ملح وفلفل أسود ورشة تاع قرفة. نخلطهم مليح ونحطهم على النار يتقلاو. لهنا القرفة هي مكون أساسي تاع العاصمة يطيبوا به، تقدروا تستغناو عليها. نزيد حمص مرنخ والخضار اللي هي جريوات سنارية وخردل، نخلطهم مع بعضهم ونمرقهم بالماء ونغطي عليهم ونخليهم يطيبوا. ونروح نحضر الرشدة تاعي. انا هذا هو النوع اللي استعملته، شوفوا كيفاش اللون تاعها اصفر ما شاء الله. نحط لها شويه زيت ونحاول ندخل هذاك الزيت فيها بشويه باه ما تتفتفش، ونجيب الكسكاس ونحطها فيه ونفورها التفويره الاولى. بعد ما تفور رايحه نحط لها شويه ملح ونسقيها بشويه ما بارد، نخلطها مليح ونخليها تنشف شويه ونزيد نفورها للمره الثانيه. بعد التفويره الثانيه هاد المره رايحه نسقيها بشويه مرقه. لهنا المرقه لازم تكون بارده، يعني يكونوا سخان في زوج، راح تعجن لنا الرشطه. نخلطها مليح ونخليها تنشف ومن بعد نزيد نفورها المره الثالثه والاخيره. بعد التفويره الاخيره رايحه نحط لها مغرفه تاع سمن ولا زبده، نخلطها مليح نخليها تبرد شويه ومن بعد رايحه نسقيها ولا كي نجي نقدمها رايحه نضيف لها المرقه. ما تكثروش المرقه بزاف باه ما تعجنش، ومن بعد كي رايحين تقدموها رايحين نحطوا قدامها شويه مرقه، اللي يحب المرقه يزيد. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، رشة عاصمية، هي طبق تقليدي جزائري من العاصمة الجزائر. نتمنى تعجبكم وبصحتكم.